صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. اهلا بكم معايا وحلقه جديده من حلقاتنا على قناه سوبر مروه وزهره. بحبكم في الله، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حطوا لايك للفيديو. الناس اللي اول مره تشوف القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب، لان بطلع افكار في القناه من وقت للتاني. بصراحه بتبقى افكار حلوه جدا وبتبقى عمليه وافكار اقتصاديه. حط لايك للفيديو. تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. ازاي هنحول السمك اللي احنا سيبناه بره اصلا، اللي هو المفروض ان هو يبوظ، لا احنا سايبينه بره متعمدين عشان يطلع منه احلى فسيخ. هنعمل النهارده السردين البلدي المملح، وهنعمل الفسيخ بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهنستخدم قاروره المياه اللي هي القاروره الفاضيه دي. هقول لكم ليه دلوقتي، وهقول لكم ازاي تضمنوا ان الحاجه دي تستوي بطريقه ما يبقاش فيها اي دود، ما يبقاش فيها اي رطوبه، ما يبقاش فيها اي طعم يعني معطب كده زي ما بيقولوا. تعالوا كده بسرعه ننجز ونعمل لايك للفيديو. تعالوا نشوف معانا ايه النهارده. بصوا حبايب زهرة، انا معايا هنا المقادير اللي هستخدمها. معايا الملح الخشن او ملح البحر، ده كده الكمية دي ب2 جنيه من عند العطار. ده اسمه ملح بحر او البحر او الملح الخشن. خلاص. ومعايا هنا شطة عادية خالص، ومعايا شوية ملح من الملح العادي بتاع المطبخ. خلاص، مش هستخدم غير الخامات دي في التمليح. معايا بقى البوري زي ما انتم شايفين اهو، كمية من البوري سبتها بره ليلة كاملة عشان يعني تتنفخ معايا وتشد حيلها كده. طبعا ما عرضتهاش لاي ميه ولا شطفتها ولا اي حاجه. ونفس الحكايه في السردين، ولا شطفته ولا اي حاجه. انا كنت عامله معاكم قبل كده سردين مملح، عايزه اقول لكم ان هو استوى وبقى حاجه واو يعني. تعالوا كده اوريكم النتيجه عامله ازاي بتاعه السردين، وهنعمل مع بعض التشكيله الجديده ديت، وبرده هبقى اوريكم النتيجه في اخر الفيديو. بصوا كده، عايزه اقول لكم الريحه جايبه من اخر الشارع. تعالوا نطلع واحده كده. طبعا انا ربطها في كيس كده ومملحه جوه الكيس، يعني انا مدخله الكيس البلاستيك ده جوه البرطمان عشان احافظ عليه من اي هواء يدخل له ويبوظه. ادي السردين اللي هو زي ده اهو. عايزه اقول لكم ان بصوا الريحه رهيبه. ادي السردينه، شايفين قلبها عامل ازاي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا زهرة، بصوا الجمال. يلا بينا نملح بقى الكمية الجديدة عشان ما تبقاش دي جديدة على دي، لا احنا دولت كده بقى استووا خلاص معانا، هنستخدمهم. ودي هتبقى الكمية اللي احنا هنعملها ونشيلها. انا حبيت اوريكم النتيجة عاملة ازاي. تعالوا بقى يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. وصلوا على الحبيب المصطفى، ولايك بالله عليكم وشير للفيديو ده مهم جدا. بصوا حبايب زهرة، اول حاجة طبعا هبدأ معاكم بالفسيخ. وهنعمل السردين المملح بما ان احنا عاملينها قبل كده، فهنعيده تاني مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، انا جايبه القاروره بتاعت الميه دي اهي، محتاجاها هي بالذات عن اي حاجه تانية، لان الخامه بتاعتها او الغطا بتاعها محكم الغلق. وكمان يعني هتبقى منع اي هواء يدخل يبوظ معايا السمكيه. السمك زي ما قلت لكم سبته بره يوم كامل عشان يعني يتنفخ معايا كده ويشد حيله اهو، وينزل اي ميه موجوده فيه. هبدا دلوقتي، انا خلطت الملح على ده على ده تمام. هبدا ان انا احشي الخياشيم بتاعت السمكه اهي. خلاص كده همسك الخياشيم بتاعت السمكه، احط فيها الشطه بالملح الخشن. اخترت الملح الخشن ليه؟ زي ما قلت لكم عشان الملح الخشن بيملح من غير ما يعمل لي يعني حدوقه، او يعني يخلي نسبه الملح عاليه في السمكه. تمام اهو كده. هعمل بقى الكميه كلها وابدا ان انا ادخل. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه كلها، عشان محدش يعملها ويبوظها ويقول لي انا بسمع كلامك يا زهره والطريقه باظت مني. بصوا هبدا ادخل سمكه سمكه. على فكره انا مش هكتفي بس بكميه الملح والشطه دي، لا ده انا هدخل او هحط كميه من الشطه والملح كمان تانية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه. وعايزه افكركم تاني بان انا ما غسلتش السمك، ما غسلتهوش، ما خليتش اي ميه جت عليه. هدخل بقى ادخل سمكه سمكه كده اهي. اهي كده. ما بين كل كام سمكه كده هبدا ان انا احط كمان شويه شطه وملح بالطريقه دي. تمام. تعالوا بقى نعمل الكميه كلها وارجع لكم تاني.
بصوا حبايبي، دي كده اخر سمكه معايا اهو. عملت الكميه كلها اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. دي كميه البوري اللي حطيتها كلها، اخر واحده معايا اهي. ما ينفعش بقى اعمل البوري على السردين على البوري، عشان طبعا السردين ما بياخدش وقت زي البوري في التسويه اهو. يعني الفسيخ ما بياخدش معايا وقت زي السردين، طبعا لازم ده يبقى لوحده. دي اخر سمكه معايا اهي. طيب دلوقتي بقى هحاول ان انا احط شويه من الشطه والملح الخشن. خليكم معايا عشان تشوفوا التكنيك، وهتاكلوا بقى الفسيخ اللي زي الزبده اهو. طبعا ولا بحط ميه ولا حاجه، الناس اللي هي بتملح لاول مره. هسكت بقى لحد كده، لا هجيب الاسترتش، هجيب الاسترتش بتاعي اهو، واحاول ان انا اربط على رقبه الزجاجه كويس جدا، عشان برضو اضمن ان ما يدخلش هوا. هو الهوا ماله؟ الهوا هو اللي بيبوظ السمكه وممكن يخليها تبوظ اهو. تاني اعمل طبقه من الاسترتش تاني اهي. عملت كذا طبقه من الاسترتش. حاول بقى ان انا اقفل الغطا بتاعها، اقفل الغطا قفله كويسه. بصوا طبعا القفله المحكمه. بعد ما اقفل الغطا هعمل كمان تاني بلف الاسترتش على نفس المكان. كل ده عشان الهواء ما يدخلش. تعالوا بقى نكمل كمان بقيه الشغل بتاعنا، وهو السردين، وهعمله قدامكم للناس اللي ما شافتش طريقه السردين. انا كده يعني عايزه اقول لكم كفنت السمك خالص اهو. مش هفتح عليه غير لما يستوي تماما. هياخد قد ايه؟ بصوا هو بياخد من اسبوعين ل3 اسابيع على حسب حجم السمكيه، على حسب حجم السمكيه. انا دلوقتي بقى هديله رجه كده اهو، هيتعشق في بعضه وهينزل ميته وهيستوي مع نفسه زي ما انتم شايفين كده. طبعا كل يومين 3 ارج عليه رجه كده، اديله رجه عشان الميه اللي نزلت من السمك تطلع يعني للي فوق، واللي فوق يتقلب مع اللي تحت وهكذا. تعالوا بقى نشوف هنعمل السردين ازاي. تعالوا بقى نعمل السردين مع بعض. وعندي برطمان اهو تمام، اي حجم بقى على حسب الكميه اللي انت تعمليها. ده كيلو سردين، فالحجم ده هيبقى كويس عليه جدا. هدخل كيس كده معايا، شنطه بلاستيك كده جوه البرطمان اهو، جوه البرطمان، وهسيب الجزء بتاعها بره اهو كده عشان هربطه في الاخر. خلاص هبدا ان انا انزل السردين. طبعا زي ما قلت لكم السردين ما بيتغسلش ولا يجي عليه نقطه ميه، من عند الراجل للتمليح على طول اهو، من عند الراجل، من عند بياع السمك للتمليح على طول. كل ما هدخل كميه هنزل عليها بشويه شطه بالملح. خلاص ارجع تاني اخد كميه من السردين. السردين ده صغنن شويه، بس اللي كنت عاملاه قبل كده كبير، ولكن السردين البلدي جميل جدا وبيستوي بسرعه على فكره. ما بياخدش 4-5 ايام بالظبط بيبقى مستوي بنفس اللون اللي شفتوه ده اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. خلاص ده صغير شويه بس اللي لقيته موجود، الكبير ما كانش موجود شويه. وهو اصلا السردين البلدي ما بيبقاش كبير قوي، الكبير قوي ده بيبقى اللي هو المجمد مش البلدي، لكن التمليح بيبقى عايز السردين ده اهو. احط كميه من السردين وارجع احط كميه من الشطه والملح. خليكم معايا كده عشان اوريكم الطريقه لحد الاخر. وكل حبايبي بقى اللي بيحبوا يوفروا في البيت، انا عن نفسي يا حبايب زهره الحاجات دي بتفرق معايا جدا في البيت. ان انا ابقى عامله شويه سردين، ممكن في يوم كده افتح عليه افصصه وانضفه واعمل جنبه شويه بطاطس محمره، بتبقى يعني ايه غدا واتقضت يعني في الظروف اللي احنا فيها دي. يعني الناس كمان اللي هم بيسالوني كتير، يا زهره انت ازاي بتعرفي ان انت تمشي امورك في بيتك وانت
اب وام لعيالك، يعني اكيد الدنيا بتعجز معاكي، اكيد طبعا يا جماعه بتعجز. ده كان يعني اذا كان الراجل اللي هو راجل مع مراته بيبقى مش قادر يصرف على البيت احيانا كتير، والدنيا بتبقى صعبه، مع بالكم بقى الست تعمل ايه. ولكن زي ما بقول لكم كده بحاول اتصرف. لو عندي مثلا كيس مثلا سبانخ شايلاه اطلعه في يوم مش عندي، ما جاليش فيه رزق يعني، واعمل جنبه شويه رز. عندي سردين زي ده اعمل جنبه شويه بطاطس محمره، هنضفه احط جنبه بطاطس محمره. فالحاجه اللي بتتشال في البيت ان كانت مخلل، ان كان مثلا ان كان سردين، ان كان يعني اي نوع اي صنف من اصناف الخضار اللي هو، او اصناف اللي هي الخضار اللي بيتفرز مثلا سبانخ قلقاس وهكذا، كل الحاجات دي بتنفع. بصوا كده انا حطيت السردين كله، وكمان حطيت الميه اللي كانت نزلت منه هو، مش ميه من الحنفيه خلاص. وهختم بقى الهيصه دي كلها بشويه الملح والسردين، الملح والشطه. وهربط كده الكيس بتاعي اهو، هربطه طبعا مخليش حاجه منه بره خالص. اربطه بقى ربطه تمام، يعني ربطه ما يخرجش منها ولا يدخل منها هوا. زي ما اتفقنا الهوا بيبوظ طعم السمك المملح، بيخليه معطب. انا كده كتمته كتمه جامده قوي. عايزه بقى ان انا دلوقتي اقفله وابدا ان انا اعمل فيه كده، وكل يوم يعني مثلا يوم فيهم مفيش ارج الرجه دي عشان اللي تحت يجي فوق، وعشان كمان الميه اللي تنزل منه توصل لكل السمك، توصل لكل السمك اهو. بصوا طيب، عايزه بس ان انا يعني بعمل حركه كده، يعني تك صغيره، بلبس كده الوش بتاع البرطمان كيس، بقلبه شمال ويمين. وممكن كمان الاسترتش، انا بوريكم كذا فكره. انا عندي استرتش لسه عاملاه معاكم في الفسيخ، ولكن عشان ما الدنيا ما تقفش معاكم على حاجه، اللي ما عندهاش استرتش تكتم بيه الهواء بتاع البرطمان، هتعمل بكيس كده تقسمه على 2 وتقفل بيه. طبعا بقى هصبن الجزء اللي من بره من غير ما ميه تدخل جوه، يعني همسح كده بفوطه فيها صابون الجزء اللي من بره ده عشان الزفاره. وزي ما قلت لكم يوم فيه ومفيش اقلبه بالطريقه دي. خلاص تعالوا بقى معانا نشوف النتيجه لما الفسيخ يستوي ان شاء الله. طبعا حبايبي اللي هيقولوا لي طب ما هو الغطا بتاع البرطمان متقفل كويس ومش مكسور ولا حاجه، ولو برضو حاولوا ان اي مخللات او اي حاجه تملحوها يبقى يعني كاتمين الهواء المحتمل بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي، او بالاسترتش اللي انا لفيت معاكم منه على الفسيخ من شويه، او على السمك البوري من شويه. تديها رجه كده كل يوم فيه ومفيش، وهتشوفي احلى نتيجه زي اللي وريتها لك في اول الفيديو. ما تفتحيش عليه بقى غير لما يستوي بعد اسبوع. لو صغير كده ممكن يستوي في 4 ايام، لو اكبر بياخد اسبوع. اما الفسيخ او البوري بياخد مثلا من اسبوعين ل3 اسابيع، على حسب حجم السمكه، على حسب حجم السمكه. كل ما السمك كبر كل ما بياخد وقت في التسويه طبعا.